لا مش حابة. المكالمة مذاعة على الهوا، موافقة بالإذاعة؟ اه موافقة. قولي لي مشكلتك ايه، اتفضلي. ازيك يا مدام مريم، المرة أنا بخير. الأول. أهلا بيكي. أنا متابعة حضرتك والله، بحب حضرتك جدا. ربنا يكرمك يا فقلت رب. إن أنا أعرض على حضرتك المشكلات بتاعتي، يمكن حد يساعدني وكده. اتفضلي تحت أمرك. طيب، حضرتك أنا كنت متجوزة، كان جوزي كويس معايا وكل حاجة. مم. بس ولع في نفسه بسبب أمي. لا حول ولا قوة إلا بالله. آه، كان عايشين وكان عملنا عيد ميلاد العيال. هما مانعين إن حد يخش بيتهم. لا، واحدة ما واحدة. ينفعش إن حد. مين اللي مانعين إن حد يخش بيتكم؟ اللي هو أنا كنت قاعدة في بيت عيلة، كان حماية وحماية. اه. فهم مانعين إن ما ينفعش إن حد من أهلي ولا حد يخش بيتهم. مم. يعني مش عايزين أهلي يخش بيتهم. يعني حصل خلاف ولا من غير خلاف هم مانعين ده؟ لا هو حصل خلاف قبل كده، فهم بيخافوا على جدهم، فأهلك ما يخشوش. مم. فجه جوزي عمل عيد ميلاد عيالي وراح جاي عازم أهلي ودخلهم البيت. مم. راح باباهم اتخانق معاه وقال له امشي من البيت وكده. مم. فجوزي راح جاب له ناس وكده علشان يعني ده يقولوا له ما يمشيش وكده، مم. يصلح ما بينهم. راحت مامته هي السبب، راحت قعدت تحلف بالمصحف كدب عليه، خلته ان هو يولع في نفسه. قال لهم انا سايب لكم البيت وماشي، وراح جاب بنزين وولع في نفسه في الشارع. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني مامته وقال ما لهم تعاطفتش معاه وسكتت، هي اللي بقت تشعلل الدنيا أكتر. ايوه. وبعد ما عمل في نفسه قال لهم بعد ما ولع في نفسه والناس بتطفيه، قال لهم عشان امي تستريح. ومات. ومات. فالموضوع دوت يعني بقاله شوية، بقاله سنين. أنا اتجوزت عشان كانت ماما وبابا يعني متجوزين وكده، فأنا ما كانش في حتة أقعد فيها فاتجوزت. مامتك وباباكي منفصلين؟ فأنا وكل واحد اتجوزت متجوز؟ فهم. أنا كنت مخلفة من جوزي دوت ولدين. اه. فهم خدوا مني العيال ومضوني على أساس إن أنا استلمت عزالي، وهم كانوا بيمضوني إن أنا اتنازلت عن عيالي، ومانعيني إن أنا أشوفهم خالص. بقالي سنين دلوقتي ما بشوفش عيالي. يعني كانوا بيمضوكي اكنك بتمضي انك انت استلمتي عزالك في الفعل ولا لسه؟ اه لا، اه. انا استلمت عزالي بس هم خدوا العيال مني. اه، اتاريهم حاطين ورقة تنازل عن العيال. ايوه وانا ما اعرفش. فانا اه. رحت عشان اشتكي وكده واقول، قالوا لي انت مضيتي، هم قانون لا يحمل مغفلين. رحت وانا قلبي اشتكيتي، وجعني مين اللي قوي. قالك كده؟ انا قال لي كده لما رحت القسم عشان اشتكي اقول لهم انا عايزه عيالي وعملوا فيا كذا كذا كذا، امم. راحوا قالوا لي القانون لا يحمل مغفلين. ايوه، يعني مين اللي قالك كده؟ امين شرطة مثلا قابلتيه حكيتي له فقالك؟ انا رحت القسم وقلت لهم انا عايزه اعمل، انا عايزه اولادي، حصل كذا كذا ومضيت وقالوا لي مالكيش عيال عندي والكلام ده. امم. راح قالوا لي لا انت ادام مضيتي يا حبيبتي القانون لا يحمل وانت ما مغفلين، كنت انت فما ما نعرفش نعمل بتعرفيش لك حاجه. تقري، ما بتعرفيش تقري؟ انا مش قوي يعني، مش متعلمه يعني، مش مكمله تعليمي او بعرف اعمل ايه. خدوا عيالك بقالهم قد ايه الكلام ده؟ هم بقالهم دلوقتي 10 سنين. 10 سنين واخدين عيالك؟ وانا رحت رفعت قضيه بتاع دوت ان انا اشوفهم رؤيه، اه. وما نفذش حكم المحكمة. بقيت أروح له أتحايل عليه، ضربني وبقى يجري ورايا في الشارع ويشتمني شتيمة قذرة. مين اللي بيضربك، حماكي؟ حماية اه. طلع يجري ورايا بالسكينة وشتمني شتيمة وحشة وقال لي مالكيش عيال هنا، امشي من هنا. وعيالك انت كانوا واخدينهم هم قد ايه في السن؟ كان 6 سنين و3 سنين. يعني دلوقتي عيالك ما شاء الله، واحد 13 سنة واحد 16 سنة. اه مم. فأنا قلبي وما وجعني أوي يا شفتهمش أستاذة عشر مروة على سنين ولادي. ما شفتهمش خالص؟ شفتهمش خالص وقلبي وجعني عليهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني نفسي ممكن أشوف ولادي العيال لو ومش عارفة أعمل شافوكي إيه. ما يعرفوكيش او ما يبقوش فاكرينك. خاصة الولد ال3 سنين ده مش هيبقى فاكرك اصلا. أيوة. بس انا رحت المدرسه مره عشان اشوفهم في امم. المدرسه بتاعتهم. امم.
وشفتهم مرة في المدرسة، بس المدرسين كانت هي مصلية يعني قايلة لهم ما حموهم ما تجيش تشوفهم ولا حد وكده، كانوا المدرسين بيزعقوا لي ويخلوني أمشي. لكن انت عارفه مدرستهم. عارفة مدرستهم بس ما بعرفش أشوفهم. المدرسين هي مسلطاهم هناك بيقعدوا يتخانقوا معايا يقولوا لي لأ مش هينفع تشوفهم الكلام ده كله. وهم لحد مبقتش دلوقتي في حتى نفس أعرف المدرسه ولا نقلوا بقى؟ لا نقلوا بقى، ما ده اه. الكلام ده لما كانوا صغيرين. وانت وأنا مش اتجوزتي؟ عارفة أعمل أنا ما انت نفذت حكم المحكمة يا أستاذة مروة، طب وأنا مش قولي عارفة لي، انت أعمل إيه. متجوزه أنا اتجوزت أنا وعندك اتجوزت عيال؟ عشان ما كانش ليا مكان أقعد فيه. خلفت عيال، خلفت 3 عيال من جوزي ده. طب وانت لو جبتي العيالين دول جوزك هيوافق بيهم؟ أنا عايزة لأن أنا حتى أشوفهم، فاهميني يا امم أستاذة مروة، يعني يعني انت نفسي عايزه حتى حتى لو أنا حكم أشوفهم الرؤيه وكده. يتنفذ بحيث ان انت تشوفيهم لو مره في أيوه الاسبوع. أيوه نفسي مش عارفة أعمل إيه. والعيال لما ابوهم مفيش عمل في حد نفسه كده واقف. كانوا واقفين وشافوه المنظر؟ أيوه الواد كان شافه وقال لي يا ماما أنا لما أكبر أموت تيتا هطلع ظابط وأموت تيتا بالمسدس، لا حول. بسبب اللي هو شافه واللي هم كانوا عاملينه فينا. يعني بعد ما ابنها مات قدام عينيها وقال عشان امي تستريح ما اتعظتش ولا هي ولا جوزها؟ ما تعظوش يا أستاذة مروة، ما تعظوش. هم باذليني ونفسي أشوف، نفسي حارميني أوي يا أستاذة مروة من ولادي، حارميني ونفسي أشوفه، قلبي بيتمطر. يا حبيبتي بقى حتى رغم كل المده دي ما نسيتهمش؟ رغم ان بقى معاكي عيال تاني اهو. لا يا أستاذة مروة والله العظيم الضنا عمري ما غالي أقدر قوي. أنساه. الضنا غالي قوي. واجعني عليهم، نفسي أشوفهم، نفسي أخدهم في حضني، يا حبيبتي نفسي أقعد الضنا أتكلم غالي معاهم. قوي. الضنا غالي قوي. مفيش عيل بينسي عيل. سبحان الله. مش عارفة أعمل إيه دلوقتي، أشوفهم إزاي ولا أعمل إيه. وجوزك أنا جوزي وجوزك على ابو قد ابو حاله. البنات كويس معاكي؟ أبو اللي أنا اتجوزته دلوقتي اه. هو كويس بس على قد حاله، يعني ماديا على قد حاله، يعني امم ما مش هقدر ان انا يعني عايزه ارفع قضيه. قبل كده رفعت قضيه كانت هي عاملاها لي لله يعني المحاميه، امم وبرضه ما نفذت الحكم وهي بقى سابتني وكده، وانا مش عارفه اعمل ايه. طب انت عارفه عناوين بيتهم؟ اه عارفه انا منها. امم يعني نقدر ان احنا دلوقتي لو جددنا القضيه تاني وقلنا انه ما نفذش الحكم تقدري توصلينا لبيتهم عادي؟ اه واكيد هم ما اه بيخبوش العيال في البيت معاهم. العيال في البيت معايا، لسه اشوفهم، يا ريتك تساعديني يا استاذه حاضر، مروه بالله هساعدك عليك. هساعدك والله باذن الله باذن الله باذن قلبي الله. بيتقطع عليهم، باذن قلبي الله بيتقطع هساعدك. والله ما بنامش. الله باذن الله يبارك لك يا رب. هساعدك. حاضر. معاكي الحكم بالرؤيه؟ معايا الحكم. الحكم طلع امتى؟ لما المحكمة حكمت من سنه يعني، يعني من كام سنه؟ من يعني من ساعتها كده، من ساعة ما أنا سبتهم كده بقالي من 10 10 سنين. سنين؟ يعني الحكم معاكي من 10 سنين؟ اه وانتي سكتي بقى ما عملتيش حاجه تاني بعد حكايه الحكم دي؟ ما هي سابتني بقى المحامية، قالت لي هو ما نفذت الحكم خلاص، أنا مش هينفع أعمل لك حاجة. أنا حتى كنت اه. بروح النادي أستناهم وما يجوش، ادوني جواب اه. في النادي قالوا لي ارفعي بيه قضية ومعاكي تاني. الجواب؟ معايا جوابين، أنا رحت كام مرة ادوني جواب، وبعد كده رحت تاني قلت يمكن في أمل إن هو يجوا ما جوش. بس الكلام ده من 10 سنين. وكنت رايحة برضه قبل كده قرايب، قلت يمكن ييجوا ما جوش، برضه كان عندي أمل إن هما ييجوا ما جوش. كنت رايحه قريب يعني من قد ايه مثلا؟ أنا كنت رايحة الشهر اللي فات، اللي قبل اللي فات ده. وكنت في يعني ازاي جالك امل؟ يعني اذا كان انت من 10 سنين ما هم ما جوش هيجولك دلوقتي؟ رحت قلت لهم وكده، قلت لهم اه. يعني أنا لو قعدت هيجوا كده، قالوا لي شوفي اقعدي، بس هو ما فيش أمل. مش عارفة بصراحة، وما فيش حد يعني لا طيب انت واقف معاكي جنبي. الجوابين ومعاكي الحكم اللي من 10 سنين صح كده؟ اه أنا دلوقتي بابايا مات امم ومامتي متجوزة وكده، هي على قدها يعني مع جوزها وكده، متحبش إن هي لا تدفع حاجة ولا تقف معانا يا في حاجة ستي ولا سيبك الكلام من ده. الدفع، احنا ان شاء الله هنقف معاكي وفي محامي مختص بالبرنامج وهيقف معاكي مفيش اي مشكله. انا بس بسالك الله اسئله يبارك عشان نعرف معاكي الاوراق ولا لا. عايزين الحكم اه اللي انت خدتيه، صوره من الحكم، وعايزين كمان الجوابات دي. وطبعا انا هخلي الاعداد يتواصل معاكي. تمام.
هناخد كل ماشي يا بياناتك أستاذة. وهنوصلك بالمحامي. الله يبارك لك هو يا بقى رب. اللي هيطلب منك طلبات تعمليها، تمام، ماشي يا وهتعملي له أستاذة توكيل مروة. طبعا، وهو هيمشي لك في القضيه من جديد. تمام تمام. ماشي، الله يبارك لك يا وتكوني رب. عارفه عناوينهم فين ومتاكده من العناوين. تمام تمام. ماشي، أنا عارفاه. خلاص ماشي، الله بإذن يبارك الله. لك. بعد الهوا على طول إن شاء الله هناخد كل بياناتك وإن شاء الله خير. أنا واثقة في رحمة ربنا وربنا هيرضيكي. ونفسي تقعدي مع يا رب. الولاد وتفهميهم كل حاجة، يا لأن رب هم يا أكيد غيروا تفكيرهم تماما، وأكيد فهموهم حاجات غير اللي حصلت، وأكيد قالوا لهم إن أنت اللي ظالمة وإن أنت اللي وحشة. فهماني؟ أيوة فيا أكيد رب، مقررينهم فيا. يا رب يجمعكم ببعض وتحكي لهم كل الحقيقة. والولد شاف نفسه، يعني شاف بعينه باباه وهو بيحصل فيه كده، فربنا يا رب يجمعك بيهم وتقولي لهم الموضوع كامل، وتقولي لهم ان هم اتضحك عليكي ومضوكي على تنازل من غير ما تدري، لان هم ممكن يكونوا مفهمينهم ان أيوة. انت اللي رميتيهم وتنازلتي عنهم. أيوة أكيد، والله العظيم ما كنت أعرف. طيب يا حبيبتي، ربنا يجمعكم على خير، خليكي واثقه في رحمه ربنا، وخلي بالك من ولادك اللي معاكي، وان شاء الله ربنا كريم وهيجيبهم لك بالسلامه باذن الله، وهتتجمعوا كلكم وهتشوفيهم باذن الله. باذن الله اللهم آمين. تعالى. الله يبارك لك يا رب. شكرا الله شكرا يبارك لك. جزيلا. العفو، مع السلامة. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يعني الدنيا فيها بلاوي بجد، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مش عارفة إزاي يعني بسمع حاجات غريبة، حاجات ضد فطرتنا وضد اللي ربنا فطرنا عليه. يعني إيه أهل زوجها كانوا مانعين أهلها يدخلوا البيت؟ يعني إيه؟ حاجة غريبة ومش فاهمة يا جماعة. هو إزاي أنتوا بتناسبوا ناس بالأخلاق دي؟ أنا عارفة إن الجواز رزق ومش كل حاجة بتتعرف قبل الجواز، لكن لما بيكون دي البداية أو بتعرفوا إن الأهل حكموا على ابنهم، أهل مراتك ما يدخلوش البيت، ليه بتفوتوا؟ ليه بتسكتوا؟ ليه ما بتعملوش وقفة؟ ليه انت ما بتكبريش الموضوع تقولي ازاي اهلي ما يدخلوش واهلي اليوم حق يجوا يشوفوني وانتوا بتقطعوا صلة رحم؟ يعني ليه بتستسلموا وتسكتوا؟ ويوم ما جم كانت النتيجة انها تفقد جوزها خالص، تفقد جوزها خالص. والام بدل ما تهدي الدنيا دي كانت بتولع الدنيا اكتر، لحد ما ابنها زي ما انتوا سمعتوا حصل ايه. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. ربنا يتولانا برحمته يا رب، ربنا يتولانا برحمته ويجمع عيالها على خير. وارجوكم بقى في اي انفصال، يعني عايزين برضو نتعلم من القصه، مضت على اساس انها بتستلم حاجتها وهي بتمضي على تنازل لعيالها. ان شاء الله التنازل ده ان شاء الله باذن الله لا يعني ما يكون ليه مخرج قانوني، لانها كانت تجهل بالامر ويثبتوا ان هي مش متعلمه، فهي ما كانتش عارفه تقرا فهم اتضحك عليها. حاجات كتير جدا ممكن تتعمل، واكيد ده شغل محاميين، وهي كل اللي طالبانا هتشوفهم. 10 سنين ما شافتش ولادها، 10 سنين. تخيلوا أهل جوزها دول هيروحوا فين؟ يعني في مقعدهم هيكون فين في النار؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا الله أعلى وأعلم، ولكن الناس بالأخلاق دي وبالجحود ده وكانوا سبب في إن واحد ينهي حياته بإيده، وصلوه إنه ينهي حياته بإيده. ويا ريتها جت على كده، يا ريتهم رحموا اللي منه أو عوضوهم خير. لا، ده خدوهم من امهم وحرموهم ان هم كمان يبقى ليهم ام، يعني يتموهم اب وام، يتموهم اب وام. فتخيلوا دول هيبقوا ايه موقفهم. وعمرهم ما فكروا في بكره، عمرهم ما فكروا في يوم الحساب، عمرهم ما فكروا في يوم القيامه. الناس دي ما بتفكرش، الناس دي عمية، عمية قلب وبصر، بصر وبصيرة فعلا فعلا والله العظيم. الامثال دي والاشكال دي ما بيشوفوش. ربنا حاطط على عينيهم غشاوة فعلا، مكملين في التجبر، مكملين وهيفضلوا مكملين. ربنا يرحمنا برحمته. خلوني اطلع فاصل وارجع تاني.